اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عايزة تعملي تحلية سريعة جدا للأولاد مش هتكلفك أكتر من 30 جنيه، تعالوا نعمل مع بعض الجلاش بالكاستر. حلو جدا وجبته الغذائية عالية لأنه فيه لبن. بصوا ما شاء الله جميل جدا، ممكن كمان تعمليه في العزومات لو أي ضيف جاي عندك. بس يا ريت لو اول مره تشوفي القناه اعملي اشتراك للقناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه هنعملها مع بعض الكاستر. هنجيب نص كيلو لبن، هنحط عليه كيس الكاستر بتجيبيه جاهز من عند العطار، ونحط 3 معالق بالظبط كاستر، ونحط عليهم سكر حسب الرغبه، معلقتين او 3 معالق سكر. نحط عليهم فانيليا ونحطهم على نار هاديه لغايه ما القوام بتاعنا يبقى متماسك زي المهلبيه بالظبط. بعد كده وصلنا للقوام المطلوب، هنسيبها تتماسك شويه ونحط لها كمان معلقه سمنه بلدي وهنسيبه يهدى او يبرد. وبعد كده هنجيب الجلاش بتاعنا الحلو كده وهنبتدي بقى نحط الجلاش رقات ما بين كل راق والتاني. هنجيب معلقتين سمنه على معلقتين زبده كده اهوت، نحطهم في طبق ونسيحهم وندهن ما بين كل راق والتاني بتاع الجلاش لغايه ما نعمل نص كميه الجلاش من تحت ونص. بعد ما عملنا نص كمية الجلاش بقى هاجي واخلي فيه حروف كده اهوت عشان هطبق الحرف على الكاستر عشان ما يطلعش بره الجلاش. هجيب بقى الكاستر اللي احنا عملناه ونبتدي نفرده كده اهوت. حاولي تفرديه متساوي، ما يكونش حته عاليه وحته واطيه، وحاولي يكون رقيق ما يكونش سميك قوي عشان تعرفي تقطعيه في الاخر. هنفرده كله وبعد كده نبتدي نطبق الجلاش الحروف على الكاستر عشان ما يطلعش من الجوانب خالص. هنطبق كده الجلاش من الجوانب وهنحط الجلاش على الوش من فوق، وما بين كل راق والتاني هندهن سمنه او زبده. وبعد كده هنقطعه التقطعات اللي انت عايزاها بقى تقطعات صغيره تقطعات كبيره، ونولع الفرن وندخله فيه على درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه. تشغلي من تحت وهتشغلي الشوايه بس تتابعيه عشان الجلاش من الحاجات اللي بتستوي بسرعه وممكن تتحرق بسهوله. هنقطعه كمان مربعات، وبعد كده اول ما يطلع من الفرن تكوني مجهزه الشربات يكون بارد، عباره عن كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه وعليهم كمان عصره ليمونه ومعلقه فانيليا كده صغيره، رشه فانيليا. واول ما يطلع من الفرن بتحطيه عليه الشربات البارد وهوريكي شكله في الاخر عامل ازاي. وياريت تنوريني بالاشتراك لو عجبك الفيديو واللايك عشان الفيديو يوصل للناس كلها. بصوا ما شاء الله دي حاجة يعني تحلية خفيفة ممكن تعمليها في اي وقت، طعمها حلو جدا هتعجب الاولاد، وممكن كمان تحطها له في اللانش بوكس في المدارس. وممكن تعمليها في العزومات او اي حد جايلك كده هوت عندك لفة جلاش طلعيه على طول. اتمنى الفيديو يعجبكم، بحبكم في الله والسلام عليكم.